هو يجي انا مستنيه. بركاتك بركاتك يا شيخ معرور. بس هو يجي هنا بس هتتحرق وانت داخل، وانت هتتحرق كده وانت. مستني مين يا ربيع؟ وسيادتك دخلت ازاي؟ من الباب. اوعى تكون حاطط لي حجاب تحت العتبه اللي هناك دي. وسيادتك عرفت كمان موضوع الحجاب؟ بسلم لي على الشيخ بعرور. الشيخ معرور؟ هو كمان عرف الشيخ معرور؟ اقطع دراعي من هنا ان الراجل ده شيطان، هو شيطان. انجي ازيك؟ انا كويسه الحمد لله. انا ما بسلمش على رجاله. بس ايه التغيير ده؟ بس برضه شكلك حلو. على فكره انا عرفتك من عينيك. وبعدين بقى، وبعدين في الورطه دي هعمل ايه انا؟ ايه؟ كمان مش بتتكلمي مع رجاله؟ ايوه، انا ما بكلمش رجاله. في الحقيقة يا جماعة النهاردة معانا حلقة خاصة وصعبة جدا جدا جدا. مش عايز اقول لكم قد ايه هي صعبة، ومش قادر اقول لكم قد ايه احنا تعبنا عشان نقدم لكم الحلقة دي. في يوم من الايام جالي واحد من الكرون اللي شغالين معانا هنا في البرنامج، قال لي يا استاذ شريف احنا عندنا في البلد، وهو ساكن في قرية بسيطة او فقيرة جدا، بنتين عليهم جن. يعني بنتين عليهم جنين، كل بنت عليها لابسها جن، مش لابسها يعني راكبها، مش راكب يعني، عليهم جنين وخلاص. والحقيقه انا الاول ما كنتش عايز اقدم لكم الحلقه دي، وترددت شويه، الا ان انا لقيت ان الاعلامي الشاطر لازم يقدم للمشاهدين الحقيقه كما هي زي الكتاب ما بيقول. فالحقيقه قلنا لا، احنا هنجيب البنتين وهنجيبهم ونستضيفهم معانا هنا في البرنامج، ومش لوحدهم، لا ده معاهم كمان فضيله الشيخ محمد منير. مش محمد منير اللي مطرب، لا ده محمد منير الشيخ. فمشاهدينا بعد الفاصل هيكون معانا البنتين اللي عليهم الجنين والشيخ محمد منير، ابقوا معنا. ساتر يا رب، شكله مرعب قوي. ايه الرعب اللي انا فيه ده؟ هي مجيدة راحت فين؟ يا رب ترجع بقى بسرعة، عشان انا بخاف اقعد لوحدي. ازاي حضرتك يا استاذ جميل؟ مساء الخير. مساء النور. اتفضل. لا شكرا، انا كنت جايلك بس عشان الميعاد اللي بينا. المهرجان عشان تحضري طبعا بتشرفينا. دي الدعوه. والكرسي طبعا يليق بيكي، ما بين هيفا وهبي وغادة عبد الرازق عشان يليق بجمالك. انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. انا عارفه ان انا تعبتك معايا، بس انا بصراحه مش هقدر اروح. يعني ايه مش تقدري تروحي؟ اصل انا بصراحه ما بقتش مهتمه بازياء الفنانات. من امتى يعني؟ على فكره انت ما جيتش على الفاضي، ده البرنامج بتاع شريف هيبتدي دلوقتي، ممكن نتفرج عليه سوا. برنامج شيف ازاي يعني؟ هو الشيف رجع القناه؟ ما هو اتصالح مع صاحب القناه ورجع يشتغل واحسن من الاول كمان. غريبه دي. ما غريب الا الشيطان. شيطان. اتفضل. اهلا بيك يا مولانا، منور برنامجنا النهارده، وسعداء ان انت موجود في وسطينا. ونحب الحقيقه نقول لك على الحاله اللي احنا بنرصدها النهارده، وهما بنتين راكبهم جن. بنتين من قريه فقيره وراكبهم جن. الحقيقه البنات سمعنا انهم بيعملوا حاجات غريبه جدا. يعني البنات بتمشي على الارض تفحر، وبتمشي على السقف تمحر، يعني بتعمل حاجات بيطلع من بقها نار. يعني هل ده، عايزين نوضح للساده المشاهدين ونكون صادقين معاهم، هل ده طبيعي؟ هل ده بيحصل؟ بص يا استاذ شريف، ايوه، بالنسبه للجن ان يطلع من بقك نار ده عادي والله. وكمان في جن بيطلع من بقه نار وبيطلع من بقه ميه، وكمان في جن بيطلع من بقه غاز. طب ما فيش جن بيطلع من بقه كهرباء؟ لا بهزر معاك عادي، مش حاجه. مفيش الكلام ده، كل الكلام ده كذب. والله على اساس ان اللي كنت قلته كان صدق عادي وبيطلع. عموما هنشوف. طيب ايه يا جماعه، ندخل البنات؟
اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا، منورين منورين يا بنات، منورين. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. ايه في ايه؟ اقعدي. انا ما بخافش على فكره، يعني اوعوا تتخيلوا ان انا بخاف. والله العظيم ما بقى في ايه يا شيخ، والله العظيم ما بخاف. انا يعني عادي جدا، ومع ان شاء الله تعملوا وتشقلبتوا هنا انا عادي جدا. طب معانا اسئله. اسم حضرتك ايه؟ نتعرف بيكي؟ طب انت مش ندمانه ان عليكي جن يعني؟ مش ندمانه. طيب وانت اسمك ايه يا حبيبتي؟ انت مش ندمانه زيها طبعا. طب احب اسالك سؤال، تقولي ايه مثلا وانت ملبوسه كده؟ طب مش هتقولوا حاجه يعني؟ كنا محتاجين نسمع صوتكم. مفيش حاجه عندكم؟ خلاص. طب عموما حد يجي ياخد البنات بقى، لان هم ما بيتكلموش، واضح ان هم عندهم مشاكل. نطلع فاصل يعني. ايه ده انتوا وديتوا الشيخ فين؟ انتوا كلتوه يا سيدنا الشيخ؟ طيب لا انا ما بخافش، اوعوا تكونوا متخيلين حتى لو كلتوا الشيخ هخاف. لا 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 لا، ولا عندي الخوف ده نهائي. طب موضوع يا جماعه صعب جدا، صعب جدا 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 وموتر، وزي ما انتم شايفين الحلقه يعني غير طبيعيه. في ايه؟ المأساة حقيقية يا جماعة، حقيقة المأساة حقيقية. ما قدرناش طبعا نساعد البنات لأن الشيخ يا إما اتلبس يا إما هرب يا إما كلوه، مش عارف إيه اللي حصل. عموما السؤال هنا للسادة المشاهدين في البيوت، هتعمل إيه لو لقيت جن معاك في البيت؟ هتتصرف إزاي؟ يعني هل في إيه يا جماعة؟ طب عموما مستنيين كل اقتراحاتكم وأسئلتكم على هاشتاج البرنامج، ابقوا معنا. يا عيني هذا كريم يا رب. هو فين التسجيل؟ نشغله كده، نشغل اذاعه القران الكريم، يكون ربنا يبارك لنا في اليوم كده. استرها يا رب من عندك يا رب، استرها من عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا حاجه. قول لي يا ابني، هو مش الأستاذ جميل برضو ساكن هنا؟ الاستاذ جميل ساكن هنا. حضرتك مين؟ أنا يا ابني الحاجة زينب أخته الكبيرة. انا اول مره اعرف ان هو عنده اخوات يعني كده يا فهماني. ما شاء الله تبارك الله، طول عمرك نور. الله يخليك. أنا ممكن أطلع له يا ربيع؟ طبعا ممكن تطلعي له يا حاجه، بس والنبي وصي عليا. حاجه، هو انت قلتي ربيع؟ هو انت عرفتي اسمي منين؟ أنا مجيدة يا ربيع. ست مجيدة، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده دور جديد صح؟ يا بني آدم احنا مش متفقين على كده من آخر مرة؟ يكش يطفش. انا هكمل تبخير في العمارة، يمكن ربنا يكرمه ويغور. ما تغور بقى اللي في بالي. هذا كريم يا رب، هذا كريم يا رب، كرمنا يا رب. طب والعمل يا شريف؟ عملنا كل الطرق عشان الراجل ده يطفش وبرضه ما بيطفش. النبي يا اخويا، ما كله من تحت راسك انت. نعم، وانا مالي بقى؟ انت هتستعبط، مش انت اللي مدخله في وسطنا يسكن في العماره؟ طب وانا كان ايش عرفني يعني انه هيطلع اللهم احفظنا اللهم احفظنا شيطان رجيم؟ انت كده يا مصطفى، اي حد هتطلع من وراه بمصلحه بتروح ماسك فيه، ومش مهم احنا بقى. لا والنبي يا اخويا. هو كده. انت نسيت اول ما وعدك بالقناه الثانيه؟ ما انت سبت الناس كلها ونسيتها. ما اخد قناه كبيره اعمل ايه؟ هو ايه اللي قناه كبيره ولا صغيره؟ بس يا جماعه صلوا على النبي. في ايه؟ الله، انتوا جايين تحلوا مشكله ولا تعملوا مشكله جديده؟ اتفضل يا سيدي المربى اللي انت عايزها. ما عملتهاش بالقشطه ليه؟ ما تاكل وانت ساكت بقى يا اخي. عندك حق يا عم عادل. خلاص انا اسف يا مصطفى، ما تزعلش مني. لا ولا يهمك يا شريف. انا مش عارف ايه اللي بيحصل لنا ده يا عم عادل. تقولش شيطان ودخل في وسطينا. انت اهبل يالا. اسمع بقى انت وهو، انا عندي حته فكره لو اتنفذت كويس قوي الجدع ده هيطفش من هنا ومش هنشوف وشه تاني. وقعد ساكت يا عم عادل من الصبح عمال تعمل في سندوتشات، ما تقول لنا ايه هي؟